اعتمد على نفسك ولا تتوقع مساعدة من أي شخص في العالم. بقدر ما بتكون أنت معلم نفسك إنه أنت اللي حتعمل وأنت اللي حتساوي وأنت اللي بدك، بقدر ما تشعر براحة وسكينة. لا تعتمد على حدا ولا تعتب على حدا إنه ما ساعدك. يعني التمس لأخيك وصديقك وقريبك العذر. اعتمد على نفسك واطلب من الله. بدك شي اطلبه من الله. باعتمادك على نفسك ستشعر بثقة جميلة وراحة نفسية. صدقني الواحد وقت بيعمل على مستوى فنجانه، إذا عمله بإيده أوقات بيلاقيه في لذة. اللي بياكل بإيده في لذة، غير لما تاكل بالمطعم. أو طبعا يعني هلا المطعم أكيد يعني إنه في خدمة وفي مين يركض وراك ومين. بس أنا عم بحكي على الشعور إنه أنت تساوي شي بإيدك. عم بحكي على شعور إنه أنت اللي عملته وأنت اللي سويته، روحك كانت فيه، نفسك كان فيه. لذلك هو حتشعر إنه هو طيب ومهما كان بسيط. يعني سبحان الله. وقد تجلس في أرقى المطاعم وتحس حالك هيك مراقب وكله عم يطلع عليك فتتلبك والأكل يمكن ما يكون طيب، مو على ذوقك فحتكون هيك مأسور. لا 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 يا أخي، عيش بسيط، عيش بطبيعتك، عيش يعني لا تتملق ولا تتجمل. يعني كن طبيعيا ترتاح. يعني الله يحسن أخلاقنا ويهدي نفسيتنا ويسعدكم ربي وين ما كنتوا، ودمتم بألف خير.